السلام عليكم يا ابطال، عاملين ايه؟ انا عارف انكم داخلين الفيديو ده وانتوا بتقولوا يلا يا عم قول لنا كارت الار تي اكس 5060 ده جامد ولا اي كلام. بس استنوا في الفيديو ده مش مراجعه تقليديه، لا ده كده زي قعده دردشه مع بعض زي ما بنقعد على القهوه ونالف المواضيع. المهم عندي انك تخرج من الفيديو ده وانت عارف الكارت ده ليك ولا لا، فخلينا نبدا. طيب خلينا نعرف معلومات كده عن الكارت الار تي اكس 5060 نزل من شركه نفيديا العريقه اللي لو دخلت عندهم المكتب هتلاقي كروت مرميه كانها كروت شحن عندهم، ما تفهمش. المهم الكارت ده جاي علشان يكمل الار تي اكس 50 بس النسخه المتوسطه، يعني ولا هو غلبان زي ال 3060 ولا هو فخم قوي زي ال 4080، لا هو ابن الطبقه المتوسطه اللي بياخد المرتب ويقعد يحسب هيشتري هدوم ولا ياكل. بص، اول ما تسمع كلمه ار تي اكس 5060 تحس كده انك دخلت فيلم خيالي علمي، والكارت ده هو البطل اللي لابس بدله فضائيه وبيدي اوامر للروبوتات. نهدى كده شويه ونشوف المواصفات واحده واحده ونسال نفسنا هل فعلا الكارت ده جاي من كوكب تاني ولا هو معمول في مصنع تحت البيت. اول حاجه الكارت ده مبني على معماريه اسمها ادا لافلس، اسم لوحده اصلا يخض، بس في الحقيقه دي معماريه جديده نفيديا بتفتخر بيها اللي اتبنت عليها كروت تقيله زي ال 4090. طيب ايه اللي ادا لافلس دي بتقدمه؟ بتقدم لك استهلاك طاقه اقل، اداء افضل بشويه عن الجيل اللي فات، وكفاءه اعلى في المعالجه. يعني باختصار الكارت هيكون زي الطالب الشاطر في الثانويه العامه كده، مش لازم يكون عبقري بس بيذاكر صح وبيجيب نتائج. تعالى بقى نخش في المواصفات الدسمه كده بقى بتاعت الكارت فيه 3584 كودا كور، ودي ببساطه كده تعتبر العضلات بتاعت الكارت. كل ما زادوا الكارت بيقدر يحسب اسرع في المعالجه. سرعه الكور كلوك سبيد بتوصل لاكتر من 2.5 جيجا هرتز في وضعيه البوست، ودي معناها ان الكارت لما يتحمس كده ويطلع كل اللي جواه يديهولك من غير ما ينهار ولا يولع في الدنيا. بيجي ب 8 جيجا في رام جي دي دي ار 6، وده يمكن اكتر سؤال بيتكرر، ليه 8 جيجا مش قليل؟ مش المفروض يكون ب 12 جيجا؟ بص يعني هي مش دايما بالكام والكواليتي والحاجات اللي زي كده، على حسب. ولو الكارت بيعرف يستخدم الذاكره صح 8 جيجا يبقى تكفي وتوفي، خصوصا لو بتلعب على 1080 بي او 1440 بي. بس تعمل حسابك لو هتلعب على 1440 بي لازم للاسف تنزل في الاعدادات شويه. بالنسبه لدعم الدي ال اس اس 3.5، ودي بقى قصه تستاهل نقف عندها شويه. الدي ال اس اس مش مجرد خاصيه، دي كانك معاك مساعدين في الكارت بيساعدوا اللعبه تبان اجمل واسرع واخف على الجهاز. يعني انك بتلعب على جوده عاليه بس الكارت بيضحك على اللعبه ويديها نسخه دايت كده من الجرافيك وانت ولا واخد بالك. نتيجه اف في اس طالع السما والحراره الكارت قاعده بتشرب عصير. طبعا الكارت بيدعم ري تريسنج، بس يعني خلينا صراحه بقى في الحته دي مش اقوى اداه تتخيلوا. يعني لو فعلت تبع الاشعه على الترا مثلا ممكن اللعبه تقول لك خد 27 فريم وارضى بقى. فلو نستخدمه بحكمه بقى، نظبط الاعدادات، نخلي شويه اوف وشويه ميد ونعيش. بالنسبه لاستهلاك الطاقه هنا انفيديا كانت يعني فيها سنه عقل بقى كده. الكارت بيستهلك حوالي 150 واط، وده رقم حلو بصراحه. مش هيحتاج باور سبلاي من نوع نووي يعني، ومش برضو مش هيعمل لك قفله في النص وانت بتلعب برضو. يعني لو معاك باور 550 واط محترم كده شغال وهيريح دماغك. الخلاصه في الحوار ده كده الكارت ده معمول بحرفيه، ما فيهوش استعراض فراغ ولا هو كارت بيقول لك انا قوي وخلاص. بص يا معلم، خلينا ندخل في الجد بقى. سيبك من المواصفات والارقام، الكلام ده كله جميل، لكن اللي يهمنا احنا جيمرز الاداء الفعلي. يعني انا مش هفرح لما اقول لك ان الكارت فيه 8 جيجا في رام وهو العب لعبه الاقيها بتقطع. فالسؤال اللي كلنا بنساله، الكارت ده هيشغل العاب ازاي وعلى انهي جوده؟ والفريمات هتكون مستقره ولا هتشوف دروبات تحبطني وانا بعمل الكلايه الجامده؟ انا هنا علشان اقول لك الكارت ده مش بس بيشغل، ده في حته تانية بس مش قوي. يعني اولا لو هنتكلم عن دقه ال
1080 بي الملعب المفضل للكارت ده. لو انت بتلعب على شاشه 1080 بي اللي هي دلوقتي بقت فيها متوسطه، احب اقول لك مبروك انت تعمل مع الكارت في المنطقه بتاعته. ده هنا ثابت ناعم وفريمات فوق من 100 بسهوله في معظم الالعاب. خليني اديك مثال حقيقي. فورتنايت اللعبه دي بتجري حرفيا الترا سيتنج، ايوه الترا سيتنج، هتشوف فوق ال 120 اف اس براحتك، ولو فعلت الدي ال اس اس هتوصل ل 160 180 وانت مبتسم كده وجميل، وهتسمع صوت الكارت بيقول لك هات غيرها يا معلم. نروح للعبه اللي بعديها وهي وور زون. دي بقى اللعبه اللي بتخلي اي كارت يقلب بطن بسبب السوفت، يعني الاوبتمايز بتاعها مش احسن حاجه. بس الار تي اكس 5060 الدنيا معايا تمام على اعدادات هاي، دي ال اس اس شغال، بتاخد ما بين 90 ل 120 اف اس بسهوله. ولو نزلت الاعدادات شويه للميديم الكارت بيطير. وخلينا نتفق ان في الالعاب دي لازم الالعاب في السيتنج تكون كومبيتيتيف، يعني بتقللها. سايبر بانك اللعبه دي كابوس لاي كارت بصراحه يا جماعه، بس هنا بيبقى الدنيا ماشيه شويه مع الدي ال اس اس 3.5 اللي بيخلي الكارت يعمل شغل محترم على اعدادات هاي مع دي ال اس اس شغال، بتاخد ما بين 60 ل 70 اف اس ثابتين من غير ما كارت يقول لك انا تعبت او هات لي كوبايه شاي رايح شويه. فالدن رينج وويتشر 3 الجرافيك تقيل، دي بقى شويه شغلانه كده، يعني لازم على الهاي والالترا معدل الاطارات ثابت حوالي ما بين 60 ل 80 فريم، وده من غير ما تضطر انك تضحي بالجوده والتفاصيل. طب لو جربت 2K ريزوليوشن ايه الكلام هيبقى عامل ازاي؟ دي بقى المنطقه اللي الكارت بيقول لك فيها خد بالك انا هقدر اساعدك بس ساعدني شويه. لو بتلعب على 1440 بي هتحتاج تظبط الاعدادات شويه، تنزل بالشادو شويه من الترا لهاي لميديم على حسب الاوبتمايز وعلى حسب اللعبه اللي انت بتستخدمها والريفليكشن والحاجات دي كلها. وهتشغل دي ال اس اس طبعا. النتيجه اداء كويس جدا في الالعاب زي فالورنت سيس جو، هتديك فوق ال 100 اف اس بسهوله، وفي الالعاب التقيله تقدر توصل لفوق ال 60 فريم مستقر. ولو عملت التعديلات الصح الريت ريسنج بس استخدمه بحكمه شويه بصراحه كده. الريت ريسنج ده على الكارت من فئه متوسطه مش بيكون لذيذ جدا، وبالذات لو عملته على الالترا دي بقى ضحك يعني. لكن لو شغلته على مثلا ميديم مع دي ال اس اس هتشوف جمال الاضاءه، وغير ما اللعبه تتحول لماينكرافت مثلا، يعني تقدر تستمتع بالاضاءه السينمائيه والانعكاسات الجامده. بس ما تنساش تتعامل بذكاء شويه، زي ما بنقول كده مش كل ما تشوف خيار تفعله. او اي لعبه اي سبورت يا معلم هنا ال 5060 بيقول لك سيبها عليا. عندك فالورنت سيس جو فوق 300 اف اس مستريح، روكيت ليج وايبكس ليجند برضه في المستريح، بس ايبكس ليجند بتتكلم في 120 ل 160 وانت بتطير ما بين المباني. يعني لو انت جيمر تنافسي الكارت ده هيخدمك جامد من غير ما يقول لك يا باشا انا من فئه متوسطه. طيب نروح بقى للكارت ده بقى، يعني انت بتتكلم في ايه؟ لو بتتكلم في ال 1080 بي حرفيا مفيش لعبه مش هيشغلها بجوده عاليه وفريمات محترمه. لكن لو على 2K هيشغل، بس عايزك تساعده باعدادات متزنه شويه. ريت ريسنج اهدى عليه شويه وبالراحه، هيقدم لك وهيرضيك. لي سبورت هيدلعك وهيقول لك هات كمان يا باشا الزياده. هو مش سوبر مان، دي ال اس اس بيتحول لساحر وبيخلي الالعاب اخف احلى واسرع من غير ما تلاحظ حتى. بالنسبه للحراره بص يا معلم، حرارته محترمه جدا، مش هولع في الكيسه، مع استهلاك طاقه في حدود المعقول، يعني مش محتاج باور سبلاي غالي ولا تدفع فواتير كهرباء بالعافيه. طيب دلوقتي نروح لاكتر نقطة بتوجع دايما وهي السعر. سعر الكارت اول ما نزل في الخارج حوالي ما بين $250 ل $350 على حسب النسخة والحبشتكنات الحلوة اللي احنا عارفينها دي. بس لما نزل مصر الحبيبة الجميلة بتاعتنا تروح سعره حوالي ما بين 18 ل 20,000 جنيه، يبقى ممتاز مقارنة بالأداء. بس لو بدأ يعدي ل 20,000 هنا بقى نقول انفيديا لا يا حبيبي كده كتير علينا وشكرا. في كروت مستعملة زي 3080 ولا 4060 تي اي ممكن تبقى صفقة أحسن في بعض الحالات. طيب دلوقتي نروح لاكتر حاجه مهمه نشتريه ولا لا. هقول لك بصراحه على حسب. لو معاك كارت قديم زي 1660 سوبر او ال 2060 او ال 2060 سوبر ومش قادر تستحمل التقطيع والحراره والكحه اللي بتحصل اول ما بتفتح لعبه، يبقى الار تي اكس 5060 هو الحل السحري. لكن لو عندك كارت زي 3060 او اعلى بصراحه لا تعملش ابجريد دلوقتي، الفرق مش كبير قوي وهيبقى بتضيع فلوسك على الفاضي. مع العلم ان الار تي اكس 3060 جاي ب 12 جيجا في رام، يعني لسه مكمل شويه حلوين بسبب الفي رام. طيب
الخلاصه اللي هي من ابو اخر بقى، الكارت الار تي اكس 5060 مش جبار بس ذكي، بيعرف يستغل كل ميزه فيه علشان يديك افضل تجربه جيمنج ممكنه من غير ما جهازك يولع ولا حسابك في البنك يعيط. ولو انت داخل على جيمنج ولسه مبتدئ او عايز تعمل ابجريد بس بميزانيه محدوده، يبقى الكارت ده ليك، مجتهد وناصح وعارف امكانياته. لو وصلت لحد هنا فانت اسطوره بجد. اعمل لايك، سبسكرايب، وفعل الجرس علشان في فيديو جاي ممكن برضو نراجع كارت تاني او معالج احسن او اكسسوارات ونحل مشاكل. سيب لي رايك في الكومنتات لو معاك 20000 تشتري بيهم الار تي اكس 5060 ولا تروح تعزم اصحابك على عزومه كشري كده وتعيش. سلام يا ملوك، ليزي بيزي.